انا هي اللي بنت خالتي دارت ليا اولا بغات دير ليا السحور، ما لحقاتش ديرو. بغات دير ليا السحور في الشهر ديالي. انا سميتني حنان، في عمري 23 سنه، وهاد بنت خالتي في عمرها 26 سنه، كبيره عليا ب3 سنين. انا اللي كنعرف هو ان خالتي شويه قبيحه وعندها مع هادشي ديال الشعوذه والتخربيق. سبحان الله العظيم، ما شبهاتش لامي. امي مرا ظريفه ودرويشه، وعيات في خالتي تبعت من ديك الطريق وعارفاها خايبه وكتلعب في هادشي. انايا تخطبت بواحد السيد اللي لاباس عليه، واحد السيد اللي مقتدر. ما عرفتش اشنو وقع البنت خالتي ولا حتى خالتي، واش شدتهم الغيره ولا شنو وقع ليهم. طبيعه الحال غتكون شدتهم الغيره، حيت هادشي اللي غيديروه راه ما عندوش حتى شي معنى. انا ما درت لهمش حتى شي حاجه وما اذيتهم بوالو، وحتى هذاك اللي غادي يجي يخطبني يعني ما كان كيعرفهم، ولا عمره هضر مع بنت خالتي ولا تصاحب معها ولا وعدها بالزواج وغدر بها ولا حتى شي حاجه من هذا القبيل هذا. المهم، النهار اللي غادي ندير الخطوبه الكبيره مشينا الحمام. قالت لي بنت خالتي نمشيو للحمام وتمشي معايا. صافي كالعاده دخلنا، تحمحمنا، قربنا نساليو. قالت لي بنت خالتي خرجي شلي برا، انا غنجمع هاد القشاوش وغادي نخرج نتبعك، نشلل ونخرج نتبعك. داكشي اللي درت، خرجت نشلل عليا برا ونتوضا. هي هذيك بنت خالتي شدت المشطه ديال الشعر وبقات كتحيد منها الشعر ودير في ميكا، وبقات كتجمع الوسخ ديالي وديرو حتى هو في ميكا. جمعت داكشي وحشاتو في الاتروسه ديالها، يعني ما لحتوش في الزبل. هذا ما كان. واحد المراه كانت جالسه قبالتنا وهي تشوفها، خلاها تبقى كتجمع داكشي، وكانت حتى هي كتظن بان بنت خالتي غادي تلوح الزبل. داكشي اللي جمعاتو غادي تلوحو في الزبل، وهي تخرج لعندي قالت لي هذيك البنت اللي كانت معاك واش اختك ولا شتا تكون؟ قالت لها لا بنت خالتي. قالت لي ما عرفتش، قالت لي دارت واحد التصرف غريب انا ما فهمتوش، ولكن بنتي ردي البال ديالك حيت احنا كنعرفوا باللي داكشي راه تيديروا فيه السحور. قلت لها كيفاش؟ قالت لي راه خدات لك شعرك من المشطه وخدات لك الوسخ ديالك ودارتهم في ميكا وحطيتهم في الاتروس، يعني كون ما كانتش ناويه شي حاجه خايبه علاش غتدي داكشي الزبل، داك الزبل معاها حاشاكم كانت غتلوحو. دخلت لي الشك. المهم قالت لي ردي بالك. انايا قلت يمكن غتلوحو في الزبال ولا. قالت لي لا، راه دارتو في الاتروسه ديالها. قالت لي صافي واخا. قلت ليها شكرا ليك، شكرتها. صافي توضيت عليا ودرت بينواري وخرجت. هي تبعاتني وخرجت دوك لماعن والقشاوش، لا تروسه ديالي ولا تروسه ديالها. جمعت انا كلشي وبدلت عليا، وانا نتفكر هضرت ديك المراه وانا نقول والله حتى نشوف اشنو كاين في لاتروسه ديال هادي. مشيت في على لاتروسه ديالها وفتحتها وانا كنلقى الميكا مجموع فيها شعري، حيت اللون ديال شعري ماشي بحال اللون ديال شعرها. انا ديك الساعه من كانت غادي تكون الخطوبه ديالي، صوبت شعري وصبغته. شعرها كحل بزاف وشعري غادي لديك الصفوريه. المهم عرفت شعري وانا ندور عندها، قلت ليها بنت خالتي العزيزه شنو هادشي؟ واش هاد الوسخ هذا وهاد الشعر هذا راه شعري، ولكن شنو كيديروا عندك؟ واش هما خصهم يتلاحوا في الزبل ولا خصهم يتجمعوا ويمشيو للدار؟ وانا عارفه امها
شنو كدير؟ هنايا غوتت عليها وعطيتها واحد النتفه، سلاختها سليخ. ناضت مولات الحمام تفك، كلشي يفك. مولات الحمام قالت لديك المراه، قالت ليها واش شتي شنو درتي جدك لهادشي؟ قالت لها لا اختي، انا ما نسكتش نشوف المنكر ونسكت عليه، خليها تاخد الحساب ديالها. والبنت مسكينه خصها ما يوقعش ليها شي حاجه، ما خصناش نشوفوا المنكر ونسكتوا عليه. يعني كون سكتات على داكشي راه الله يحفظ، يمكن كانوا يديروا ليها شي حاجه وتوقع عليها شي حاجه، الله يستر. ايوا راه حتى الناس في الحمام خصها تبقى تاخد بالها، وتبقى تاخدي بالك اختي، راه ماشي كلشي بنات العائله ولا العائله مزيانين. راه الدقه راه ما كتجي غير من اللي كيعرفك، اما اللي ما كيعرفكش راه ما عنده حتى غرض بك. ايوا خوتي، المهم ربي نجاها من هذا الشيء. وهنايا تنشكركم وكنتمنى التعاليق ديالكم الزوينه، وشكرا لكم وبسلامه، حتى القصه اخرى ان شاء الله.